لو كنت ما بتحبش الحيوانات فأنا أوعدك بعد الفيديو ده هتغير رأيك. الحيوانات مش بس كائنات ذكية، دي كائنات حنونة جدا وبتنقذ البشر في حالة الخطر، وحتى كمان بينقذوا بعض. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يلا بينا نبدأ، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف كل الحلقات الجاية. دول مجموعة لصوص في الشارع ومعاهم أسلحة، لكنهم ما يعرفوش إن الكلب ده عنده شجاعة ملهاش حدود. القطة دي لما حست بالخطر على صاحب المحل اتحركت بسرعة وخدت التعبان ده بعيد. أكيد التعبان اتعلم الدرس كويس. القطة بتاعتها عملت الواجب وزيادة مع الكلب ده. الست دي عايشة لوحدها وبتتكرر عندها الأزمة القلبية. طلبت المساعدة، ولما سمع صراخها جري بسرعة الخنزير لولو لإنقاذها، وطلب فعلا المساعدة. نام على الطريق عشان يمنع أي عربية تعدي، ونجح لولو إنه يخلي شاب يمشي وراه. ومجرد ما الشاب ده عرف بحالة الست دي اتصل بسرعة بسيارة الإسعاف. وبفضل لولو وتصرفه السريع نجت الست دي من الموت. الثعلب دخل حظيرة الفراخ دي يدور على أكل، ومجرد ما دخل لقى هجوم عنيف من حماية الكلاب الراعي الألماني اللي خلت الثعلب ده ما يجرؤش تاني إن يرجع المكان. مش بس ده جمال سويسرا، ده جمال كلب البرنيز للشاب ده، الصقر الاصطناعية التانية بتاعته. الشمبانزي بيساعد الراجل ده إنه يغسل إيديه. أكيد العلاقة بينهم رائعة جدا. الكلب بيحمي صاحبته من الشاب ده. تخيل يكون الحارس الشخصي ليك قرد. دلوقتي شوف هو هيعمل ايه. حاول اللص ده انه يبوظ البوابة الكهربية للبيت، ودخل بالراحة وعلى طول استسلم وهرب. لما ظهر حارس البوابة الكلب المخلص ده. الحرباية دي بتحاول تساعد صاحبتها في النجاة من قبضة التعبان. الحيوانات بتحس بالكوارث الطبيعية قبل حدوثها، والنباح الشديد للكلاب قبل الكارثة بثواني أنقذ الست دي إنها تدخل لبيتها بسرعة وتبقى في أمان. القطة كمان على فكرة ممكن تبقى حارسة شجاعة. سلامة صاحبها أهم حاجة عندها، حتى لو كان الضيف ده الكلب. عمل تحدي ونط في البحر وجذب انتباه سمكة القرش، وظهرت فجأة مجموعة دلافين أنقذته وطردوا القرش ده لمكان بعيد.
البقرة الأم دي افتكرت إن المزارع ده عايز يأذي ابنها وهجمته بعنف، وفي آخر لحظة جت بقرة تانية وأنقذته. تعبان دخل عليهم بالليل وهم نايمين، ونباح الكلب بتاعهم هو اللي أنقذهم. وقع الكلب المسكين ده في حمام السباحة، ولحسن الحظ صاحبه أنقذه. الراجل ده دايما ليه صديق بيستناه وهو راجع من الشغل. الموبايل بتاعها وقع في المية، ولحسن الحظ الدولفين ساعدهم يلاقوه. كل يوم الكلب بيفتح الباب ويستنى صاحبه يرجع البيت. وده أسعد إحساس في كل يوم، إنك تلاقي حد مستنيك. البنت دي صحيت بالليل وكانت دايخة وحاسة بعدم اتزان، وفي اللحظة الصعبة الأخيرة كانت خلاص هتقع، كلبها مسكها في الوقت المناسب. القطة دي بتحب صاحبها قوي وبتدافع عنه من أي حد. الجوع خلى النعامة دي في حالة جنون، ولحسن الحظ إن الكنغر قدر يوقفها في الوقت المناسب. الكلاب دايما شجاعة، والكلب ده اتدرب عشان ينقذ الناس في اللحظات الصعبة. الأسد ده اتصاب وهو بيحاول يصطاد الضبع لوحده، ولما خلاص كان هيموت وصل منقذ فجأة. العلاج بالخيول كان أفضل وسيلة للراجل ده عشان يساعده على استقرار حالته النفسية. لغتهم مختلفة، لكن شكلهم بيفهموا بعض جدا من خلال نظراتهم. بعد يوم متعب، دي أحلى لحظة ممكن يحس فيها باسترخاء. لو بالليل وهجم عليك لصوص، لازم يكون معاك حارس وفي، وإن يكون معاك كلب دي أفضل طريقة عشان تحمي أمان بيتك. الفيل نزل بسرعة للمية عشان ينقذ الشخص اللي هو مقدم الرعاية ليهم، وكان فاكره في خطر. الكلب ده فضل فترة طويلة في وسط الطريق وبيبصلهم بنظرة توسل. يا ترى ليه؟ اتضح ان كان في قطة صغيرة محبوسة في البلاعة، كان بيحاول ينقذها. الكلب المخلص ده حاول يساعد الراجل الكفيف انه يعرف الطريق. الراجل الكفيف ده فضل على قيد الحياة بعد ما انهار المركز التجاري، والمعجزة دي كانت بفضل الكلب ده. الحراس المخلصين دول ما سمحوش للذئاب دي انهم يقربوا لصاحبهم خطوة واحدة.
سلوك الكلب ده غريب، بيحاول يشدها من هدومها جامد. لحد ما وقعت الشجرة. أتاريه كان بيحاول يحافظ على سلامة البنت دي. الفيل ده بطل حديقة الحيوانات دي، لأنه دعا الناس كلها الموجودة عشان ينقذوا ظبي وقع وكان بيغرق. الكلب بينبح بصوت عالي ينبه صاحبه اللي نايم جوه البيت. اللصوص مستمرين في السرقة، وأخيرا نجح نباح الكلب وصاحبه صحي أخيرا في اللحظة الأخيرة. اللصوص دايما بيستنوا إن أصحاب البيت يكونوا مش موجودين، لكن لو موجودين بقى يبقى لازم الهجوم. لكن اللص ده ما يعرفش إن الحارس الوفي ده موجود. الراجل ده وقع على الأرض وسط الكلاب بتاعته. حاولوا الكلاب يصحوه معرفوش، فطلبوا المساعدة فورا. ما تحملش الكلب ده يشوف السمكة المسكينة بتسيب عيلتها وتطلع من المية، فقرر يساعدها ويرميها تاني في المية. الراجل اللي ما صدق اصطادها اتجنن. اللص استغل ان الراجل ده عجوز وضعيف وسرق شنطته وجري، وما كانش يعرف ان معاه كلب بيحرسه. البنت دي مريضة وعندها متلازمة اسمها بوتس ومأثرة على حياتها، لكن لحسن الحظ ان كلبتها معاها كممرضة بتساعدها على طول في اللحظات الصعبة. قبل ما الثور ده ينطح الطفل، جري عليه الراعي الألماني بسرعته المذهلة دي وأنقذ الموقف. أي عمل صعب هيكون سهل قوي لو معاك مساعد مخلص زي الكلب الجميل ده، مش بس بيزق، لأ وكمان شايل شنطتها. الحمار الوحشي الصغير ده للأسف مقدرش يهرب من الأسد الشرس، لكن أمه كانت موجودة عشان تحميه وتنقذه. الكلب ده كان بيهزر مع البنت، لكن القطة ما قدرتش تسكت. الست دي اسمها ليزي، محظوظة انها عندها الحصانين دول بيساعدوها دايما، بس حرام والله كل الحمل ده عليهم. بيساعدوها في سحب عربية وزنها 10 طن لأعلى تلة في الجليد. الكلب ده جري مسافة 5 كيلومتر ورا سيارة الإسعاف، واستنى صاحبه قدام باب المستشفى لمدة أسبوع عشان يعرف إن صاحبه بخير ويطمن عليه. كل كلب بيحمي صاحبه بطريقته الخاصة، ولما الكلب ده شاف صاحبه الطفل الصغير خرج لوحده من البيت، جري الكلب ده بسرعة للبيت يبلغ الأم. الكلبين دول بيحاولوا يخوفوا الولد ده لحد ما خرج الكلب صاحبه ويدافع عنه.
داست على ديل القطة دي بالغلط، فجريت القطة التانية تدافع عن صاحبتها. كان بيكافح عشان ينجو من التمساح لحد ما جه ثنائي شجاع من فرس النهر أنقذوه. سيدة عجوز داخلة البيت على كرسيها المتحرك، والقطة بتاعتها بتكافح توسع الطريق ليها وتشيل الحاجات بسرعة من الأرض عشان تعرف تعدي بالكرسي. الدب الأم لقت ابنها وقع في المية بدون تفكير، نطت تنقذه. يمكن دايما الكلب والقطة بيضايقوا بعض، لكن في وقت الشدة عند الحيوانات ممكن إن عدوك هو اللي ينقذك. بالرغم إن الكلب حجمه صغير، لكنه بيكافح يساعد صاحبه يدفع السيارة من المية. حصل حريق في مطبخ البيت ده، والكلب حس على طول بالخطر وبلغ صاحبه عشان ينقذ الموقف. العيلة دي رجعت البيت وما كانتش تعرف إن في خطر موجود، وهو وجود الأفعى دي، لحد ما اكتشف وجودها حارسهم الشخصي المخلص، وطارد التعبان ده ورماه بعيد. لما رجعوا كاميرا المراقبة لقوا إن في شخص غريب قدام بيتهم، ولما الكلب فضل ينبح جامد غير الشخص ده طريقه وبعد عن البيت. الكلاب بتبقى شجاعة ويقظة جدا في حالة الطوارئ زي دي. الدبين دول حاولوا يدخلوا البيت وطاردهم الحارس الشخصي. كلب البولدوج الفرنسي الصغير ده واجههم بكل شجاعة. الكلب بيساعدهم ويردم معاهم. الكلب أنقذ حياة العصفور الكائن الصغير ده. الخنزير البري الشرس ده مش عارف يعمل حاجة قدام كلب الراعي الألماني. الحصان ده لاحظ إن البقرة الأم اللي وراه هتحاول تأذي المزارع، فضربها برجله عشان يحمي صاحبه. دول مجموعة لصوص في الشارع استهدفوا راجل لوحده، لكن كان معاه كلاب أنقذوه. وكلب منهم للأسف مات. الأسود حصروا الجاموسة المسكينة دي وخلاص كانت هتموت. وحصلت المعجزة، جم صحابها أنقذوها. الكلب ده حمى صاحبه من هجوم الدب ده ووقف قدامه بكل شجاعة وبدون خوف. القطة بتحاول تحمي الطفل الصغير اللي طلع يزحف بره البيت. الكلب بيحاول يحمي الطفل الصغير.
القطة بتحاول تنقذ الولد من هجوم التمساح. كان هيهاجمها سمكة القرش دي لحد ما جه الحوت الأحدب ده وأنقذها. الكلب المخلص ده ما بيسيبش صاحبه أبدا. اوعى تمد ايدك عليها هياكلوك. وهو مدي ظهره للنمر كان معاه حارس شخصي تاني دافع عنه. كلب الروتوايلر لما لقى صاحبه بيتخانق مع حد قام بسرعة يهاجمه ويدافع عن صاحبه. الكلب ده حاول يحافظ على سلامة الطفل ويشده بعيد وهو اللي يتصرف. الكلب في لحظة بيحس بالخطر ويدافع عن صاحبه حتى الموت. الكلب الذهبي ده بيدافع عن النسر بالرغم فرق الحجم بينهم. الكلب بيحمي صاحبه من الوزة الشرسة دي. الكلب ده ذكي وساعد صاحبه وشال ال4 إطارات دول مع بعض. البقرة دي مستعدة تقتل أي حد يقرب من صاحبها أو يأذيه. الكلب الحنون ده بيساعد صاحبته في كل شيء حتى إنه بيأكلها. القطتين دول بيحاولوا يخلوا صديقهم الكلب المصاب ده إنه يعدي الطريق بأمان. كلاب الروتوايلر شجاعة جدا وما بتخافش حتى من التعابين، بيلعبوا بيه كأنه حبل. سحلية بتحاول تقتحم البيت وعلى طول الكلب واجهها وقدر يطردها بعيدة عن البيت خالص. الكلب حس ان صاحبه هيغرق، نزل جري ينقذه. كلب صغير قدام العربية كان بيدي إشارات للسواق عشان يقف، واتضح إن كان في طفل صغير بيزحف على الأرض وعايز المساعدة. كلب ذكي وشجاع جدا. الغزال الصغير وقع بالغلط في النهر وهو بيحاول يشرب لحد ما جت المساعدة من الفيلة الأوفياء دول.
الراجل ده صديقه المخلص هو الحصان بتاعه. لما الحصان لقاه تعبان وخلاص هيموت، نام على الأرض وشاله على ظهره وأنقذه. تخيل إن ملك الغابة بيحمي صديقه الصغير ده. الطائر ده بيرمي الإزازة في باسكت الزبالة. مفروض الإنسان يحس بالخجل والله لو معرفش يعمل زيه. الدجاجة الأم دي بكل شجاعة واقفة بتحمي ولادها من التعبان ومش خايفة خالص منه. السلحفاة دي ساعدت صديقتها وقلبتها تاني على ظهرها. فيل صغير كان خلاص وقع مع مجموعة أسود وكانوا هياكلوه، لحد ما جه قطيع من الجاموس أنقذوا الفيل الصغير ورجعوه بأمان لأمه. سبحان الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بس كده خلاص. أتمنى تكون عجبتكم حلقة النهاردة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم إشعار بكل الحلقات الجاية. هتوحشوني جدا للفيديو الجاي، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.